يعني حضرتك تقصد ان تفاوت الطعم من شيف لشيف ملوش علاقه بالنفس، هو ضبط المقادير؟ ليه دعوه. ليه دعوه على مستواه الشخصي في بيته، في حاجه بيعملها خاصه بيه. بس مطاعم عايز يفتح، عايز يعمل بيز، عايز يعمل اساس لفتح 20 و30 و40 الف مطعم. مش احنا مبهورين بالمطاعم الغربيه؟ مش احنا كل ما يحصل عندنا حاجه نقول قاطع ده وقاطع ده؟ بيحصل ولا مش بيحصل؟ قاطع الاكل الامريكي، طب هتقاطعه بايه؟ بانك ما تاكلش، ولا انك انت تنافسه وتعمل المطاعم بتاعتك وتنشرها؟ المطاعم السعوديه، المطاعم السوريه، المطاعم اللبنانيه، المطاعم المصريه. طب احنا كمطاعم مصريه احنا اللي بدعنا موضوع النفس، احنا اللي طلعناه. طب عملنا ايه؟ اي طاهي مشهور مصري عملت ايه بالنفس بتاعك؟ يرد عليا اهو. فتحت كام الف مطعم؟ ممكن تجاوبني حضرتك؟ انت حضرتك في الصحافه. في عندنا كم مطعم عنده، كم مطعم مصري عنده 100 فرع ولا 300 ولا 400 فرع؟ لا مفيش. محدش يقدر. عارف ليه؟ بسبب النفس. بسبب النفس؟ بسبب النفس. في ايه؟ هو ما حطش الحاجه بتاعته دي، ما حطهاش في سيستم، ما طلعش ناس تعمل زيه، يقول لك ده تركتي انا، ده تركتي انا بس. استاذ هشام، حضرتك عندك قضيه مؤمن بيها جدا، وهي تقديم الاكل المصري الاصيل زي ما هو، زي الكتاب ما قال، بدون اي تدخلات او اضافات او افتكاسات من اللي بيعملها المطاعم الثانيه. ممكن تشرح لنا الموضوع ده بالتحديد؟ الاكل تراث. الاكل شخصيه المطاعم زي شخصيات الناس. ده في واحد امريكي، في واحد ياباني، في واحد مصري من اسيوط، وفي واحد من اسوان، وفي من اسكندريه، وفي من المنصوره. في مطعم هندي، وفي مطعم صيني، وفي مطعم ايطالي، وفي مطعم فرنسي. المطاعم شخصيه تراث. الاكل تراث. الاكل المصري تراث. الاكل المصري احنا ما حافظناش عليه. هنحافظ عليه بايه؟ هنحافظ عليه بان احنا الناس الطهاه بتوعنا نجيبهم ونشوف الاكلات بتاعتنا المصريه ونعمل لها اسس وتطلع. يبقى في سلسله بتعمل مثلا، بتمشي في كذا نوع. مش لازم يعني ايه، حتى من الحاجات الخطا المتدارج ان يقول لك ايه ده اكل مصري، انت ليه ما بتعملش كشري؟ يعني ايه اعمل كشري؟ ده الكشري ده بيبعث في عالم المطاعم لوحده. ده حاجه لوحديها خالص. ده انا عندي مشروع للكشري ده يخلي الناس تقف كانه واقف قدام مسرح. طب ليه ما بتعملش صنف معين؟ لا، اللي عايز ينشر اكل فكل مجموعه مطاعم بيتخصص في حاجات معينه ويبدا. يعني احنا لما عملنا فطير، طواجن، مشويات، ما بعملش كل الطواجن، مش هقدر اعمل كل حاجه، فيبقى في تخصص. بس معظمها موجود. معظمها الاساسي موجود. يعني الحاجات الاساسيه. فيبقى احنا عشان احافظ على تراث الاكل المصري يبقى لازم انا فاهم كويس قوي يعني ايه شخصيه الاكل. يجي واحد يقول لك ايه، في حد ممكن يسمعني دلوقتي يقول لك انت بتقول الاكل المصري، ده الاكل المصري كله متاخد من مطابخ، يعني ايه؟ برضه هو اللي بيقول كده. اللي بيقول كده اساسا على المستوى الانساني كلامه سطحي شويه، لان اي حاجه بتتقال او بتتعمل في العالم فده بياخد من ده، بياخد من ده. حركه ايدي، حركه كلامي، بتكلم ازاي بقى، نتعلم. ناس ربنا خلقنا كده عشان